بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين التالتة شمال في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اخوكم ابو يوسف. احنا اتأخرنا عليكم في الفيديوهات بسبب اللي بيحصل في غزة. نتمنى النصر لاخواتنا في غزة. هنتكلم عن ماتشات الاهلي، بالاخص الاهلي وصن داونز الذهاب والعودة. قبل ما نتكلم عن حلقة النهاردة، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. على صخرك حافر بطولاتك يا كيان يا عظيم، طول عمرك قاعد على عرشك، من قدك مين ولا يقدر شيء انه يهزك، كلنا عارفين وكفايه نقول يلا يا اهلي واحنا واثقين. الاهلي في ماتش صن داونز مدي صن داونز اكبر من حجم. الاهلي مدي صن داونز اكبر من حجم. انا ما اعرفش يعني هنا ازاي احنا ما نعرفش نجيب في جون وهناك نطلع 1-0. لو الفريق صن داونز ده جامد قوي زي ما الناس كلها بتقول وان كعبه عالي على الاهلي، ما هو الاهلي ده مش اي فريق، ده زعيم القارة الأفريقية. الأهلي نادي القارة، الأهلي زعيم أفريقيا، الأهلي بعبع أفريقيا. لما صن داونز يكسب الأهلي وكعبه عالي على الأهلي، ليه ما بياخدش بطولة أفريقيا؟ ليه ما خدش غير بطولة واحدة بس وواخدها من الزمالك؟ ليه فريق زي ده جامد والناس كلها أو الأهلي مديله أكبر من حجمه، ليه ما بياخدش بطولة افريقيا؟ ما احنا لازم نعرف ليه ما بياخدش بطولة افريقيا. انا طلعت اتكلمت قبل كده على خالد بيبو، قلت مش هينفع وهيمشي، وسيد عبد الحفيظ هيجي. قلت برضو بنفس بالنص، لو ما جاش في شهر واحد هيبقى على اقصى تقدير هيبقى خلال الموسم الجديد. وبالفعل الخطيب بيجهز لإقالة خالد بيبو من منصبه، هيوجهه للشكر وهيكلوه من منصبه، وبنسبة 90% هيرجعوا سيد عبد الحفيظ. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا اتكلمت وقلت انطوني مش هينفع الاهلي، وقلت نتمنى انه يطلع صفقة كويسة للاهلي، والاهلي حاليا بيجهز ورق لانطوني موديست عشان يستغنى عنه في شهر واحد. الجديد بقى، احمد عبد القادر مضى للزمالك. احمد عبد القادر مضى للزمالك. محمد هاني رافض يجدد عقده غير بشروط. الاهلي ماشي في طريق هيكون طريق اسود في تاريخ النادي الاهلي. الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة سودة ومنيلة ب60 نيلة في تاريخ النادي الاهلي. لازم تبقى وقفة من حديد عشان خاطر المرحلة دي تعدي. ما نعرفش ايه اللي بيحصل في الاهلي. خالد بيبو قلنا مش هينفع. خالد بيبو قبل كده مشى، جابوا دكتور ابو عبله هوب مشاه خالد بيبو عشان يجيب احمد جاب الله ولا ما اعرفش اسمه ايه الدكتور الجديد ده اللي هو كان صديقه في قطاع الناشئين. احنا مش عايزين مجاملات في النادي الاهلي. الناس دي تمشي، الناس دي تمشي. احنا بيتحرق دمنا بسبب الماتشات دي، احنا كجمهور بيتحرق دمنا. احمد عبد القادر حقه ان هو يمضي للزمالك، ما هو الراجل ما بيلعبش. امام عاشور، بالنسبه لامام عاشور اللي طلعوا قالوا عنده التهاب، في حاجه اسمها التهابات ايه اللي في الكاحل دي؟ مش فاهم التهابات ايه يعني، انا مش فاهم التهابات ايه. ويطلع واحد زي الليفه اللي اسمه رضا عبعال ده يطلع يتكلم على امام عاشور وعلى ماتش سان داونز. الاهلي هيلعب من غير امام هناك، ولو خسر هيلاعب امام هنا، وهتلاقي امام منتظم في كل الماتشات. انت ليفه،
انت مفيش مدرب في العالم كله، احنا لو جبنا يورجن كلوب بتاع الليفربول نفسه مش هيبقى عاجبك، عشان انت ليفا. انت عملت ايه؟ قول لي بس انت عملت ايه في اي فريق انت مسكته؟ انت بتمسك اي فريق اقصى طموحك او اقصى فتره قضيتها مع فريق قعدت موسم فاشل، ما عملتش اي حاجه في اي فريق. مسكت طنطا، فريق طنطا قبل كده، فاكر انت اللقطه بتاعت يا لهوي يا لهوي؟ انت ليفا مالكش في الكوره. انت مالك انت ومال الكوره ومال الاهلي ومال المدرب ومال اللعيبه؟ ما تخليك في حالك. انت بني ادم مخنث اساسا، بني ادم مريض. انت متوصى عليك من الزوال النبوي توصيه، بس توصيه من حديد. وفي حلقه هتتعمل ليك مخصوص يا ليفا، لازم نروق عليك ونلمعك. لازم نروق عليك ونلمعك يا ليفا. المهم احمد عبد القادر حقه ان هو يمضي للزمالك. محمد هاني رافض ان هو يجدد، وطبعا انا شايف ان كل اللي بيحصل ده بسبب خالد بيبو. مش قادر يحتوي الموقف، مش قادر يحتوي اللعيبه. خالد بيبو لا يصلح يكون مدير كرة في النادي الاهلي. هو كلاعب تمام، لاعب عالمي بمواصفات اوروبيه، لاعب ملوش حل. وعمر جمهور الاهلي من الصغير للكبير ما هينسى بيبو وبشير بيبو والجون، بس ده في الملعب. انما كاداره لا، كاداره لا، كبير عليك شويه. احنا نتمنى سامح حفيظ يرجع النهارده قبل بكره. بالنسبه لاحمد فتوح، احمد فتوح انا قلت لكم قبل كده انه جه في شهر واحد، او بمعنى صح بمعنى ادق هو معاه لنهايه الموسم. هيجي في التنقلات الصيفيه، الانتقالات الصيفيه اللي جايه دي هتلاقي فتوح في الاهلي باذن الله. هو بالفعل مضى للاهلي، يحق له ان هو يمضي. العقد اللي مضاه مع الاهلي هيتوثق في شهر واحد اللي جاي. بالنسبه للازمات اللي بتحصل في الاهلي، خالد بيبو وقع غرامه ماليه على محمد مجدي قفشه بسبب سوء السلوك لما خرج من المباراه. اما بالنسبه لمباراه صن داونز والاهلي، والله 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 صن داونز اتفه مما تتوقعوا او اتفه مما تتخيلوا. صن داونز ما عملش حاجه، عشان نبقى واقعيين. صن داونز من الاخر، هتقولي يعني انت راجل بطل الدوري كل موسم، احنا كاهلي احنا ابطال الدوري كل موسم. الزمالك بياخدوا كل 10-15 سنه مره، مش مشكله، باستثناءات بقى الاحتواء وروح البروتوكول والكلام ده كله. خدوه موسمين ورا بعض، هيعدوا سنتين وياخدوه، مش مشكله عادي، لان كده كده الزمالك بيبقوا معاه روح البروتوكول والاحتواء. غير كده بالتحكيم العادل الزمالك مش هيشوف الدوري غير كل 10-15 سنه مره، والعالم كله عارف بالكلام ده. بس ايا كان، حتى لو احنا شايفين نادي الزمالك بقيمته الكبيره انه بيعدي عليه فترات مش قد كده، او مش بالفورمه اللي جماهيره متعوده عليه فيها، عمر صن داونز ما اداله 5. عمر صن داونز ما اداله 5. الزمالك بينزل قصاد صن داونز بيكون ند لند، الند الاتنين قصاد بعض. انما مش ينزل هنا الموسم اللي فات يتعادل 2-2 على ارضنا ونروح هناك نخسر 5 ليه؟ ويطلع واحد ليفا زي رضا عبعال يقول لك كل سنه برضه يبقى كده صن داونز طلع الاهلي
مرتين على التوالي. مين يا ليفا؟ دي اول نسخه من البطوله دي يا ليفا، يا اللي ما بتفهمش. دي اول نسخه للبطوله دي. وبعدين هو من امتى اصلا صن داونز طلع الاهلي؟ انت بني ادم ما بتفهمش كوره، والله ما بتفهم كوره. اقصى معلوماتك عن الكوره انها مدوره. انت ما تعرفش حاجه تانية غير كده. انت معلوماتك في الرياضه ان الكوره مدوره بس. انت ليفا مالكش في اي حاجه. وهنعمل لك حلقه مخصوص يا ليفا، وهنعمل لك حلقه مخصوص. يا ريت كابتن محمود الخطيب يحل ازمات النادي الاهلي سريعا ويرجع سيد عبد الحفيظ سريعا، عشان سيد عبد الحفيظ هو الوحيد اللي هيقدر يحتوي اللعيبه وهيحافظ على القوام الرئيسي للفريق، عشان مش عايزين لعيبه تطلع من النادي الاهلي. دلوقتي هاني رافض يجدد، محمد هاني رافض يجدد، وبعد محمد هاني هتلاقي فيه هيطلع لعيبه كتير جدا هترفض تجدد وهتمشي. اما بالنسبه لضربه الجزاء اللي ضيعها علي معلول فداك مليون بطوله يا علي معلول. انت عندنا بجميع بطولات افريقيا. يا ريت كابتن محمود الخطيب يتحرك سريعا ويرجع كابتن سيد عبد الحفيظ عشان خاطر نحافظ على القوام الرئيسي للفريق، والقادم ان شاء الله احسن للاهلي. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.